بصوا اللعبة دي حقيقي مش هتختلفوا عليها، هتحبوها كبار أو صغيرين. محتاجين كرتونة مربعة كده نرسم عليها حوض سمك. كان عندي ألوان أكريليك فلونت الجزء اللي جوه ده. بعد كده قصيت السمك على ورق ملون، كل القصاقيس اللي عندي تقريبا. ممكن بقى تضيفوا عيون وحركات كده. بعد كده هنحتاج دباسة، هنعمل في كل سمكة دبوس. وعشان نعمل السنارة بقى هنحتاج عصاية شيش طاووق وواحدة من البايب كلينر، أو ممكن تستخدموا سلك رباط. لفتها على عصاية الشيش طاووق ومن الناحية التانية حطيت مغناطيس، وبس كده اللعبة بقت جاهزة. تعالوا بقى نصطاد السمك. بصوا سنارة يعني بجد تحفة، انتوا نفسكم هتتبسطوا بيها وبسيطة ما بتاخدش وقت. انا لحد دلوقتي مش عارفه هو ده بيحصل ازاي، بس جربوا انتوا وشوفوا بنفسكم. طبعت ورقه بالرسمه اللي انا عاوزاها، او ممكن ترسموها بنفسكم. بعدين لونتها بالوان فلوماستر وحطيتها جوه كيس وقفلت عليها كويس. بدات احدد لاين الرسمه بقلم اسود من على الكيس كده، ومش بنلونها ولا حاجه، هو القلم الاسود وبس. ونجيب طبق غويط فيه ميه، وشوفوا بقى السحر اللي هيحصل. اول ما بننزل الكيس كده في الميه الالوان بتختفي تماما، مش بيتبقى بس غير الرسمه او اللاين الاسود اللي احنا رسمناه على الكيس. بجد حلو قوي ومبهره. تعالوا بقى نعمل اكتر لعبه الكبار والصغيرين بيحبوها. هنحتاج نقطع شاليمو بمقاس متوسط كده. محتاجين ازازه ويفضل تكون صغيره، نعمل فيها فتحات بكاويه اللحام. نبدا نحط شمع حوالين الفتحات وندخل فيها الشفاطات، ونبدا من الفتحات اللي جوه بعدين اللي بره مش العكس. ونحاول نخلي الشفاطات متساويه على قد ما نقدر، وخصوصا من بره. كل اللي محتاجينه دلوقتي ميه وصابون عشان نلعب بقى للصبح. تعمل بابلز كتير قوي، لو نفختوا فيها بالراحه هيطلع بابلز متصل كده زي ما انتم شايفين، يعني رغاوي، فحلوه قوي بجد تحفه. مؤخرا كده شفت مكونات غريبة للسائل اللي بنعمل بيه البابلز، وهو اصلا عبارة عن صابون ومية وبس كده، مفيش ولا سكر ولا اي تلزيق. كل الفكرة ان احنا بنحط مية قليلة جدا، وبرغم ان انا مستخدمة شاليمو مش المفروض يطلع كل البابلز دي، بس انتوا شايفين مطلعة كمية قد ايه. جربوها هتعجبكم جدا. فكرة حلوة قوي وسهلة من الخيوط. بلف الخيط كده على اي مسطرة او كرتونة، بعدين قصيته وربطته من النص، وعملت نفس الخطوات مع الوان تانية. وبحط 2 على بعض كده على شكل زائد، وبعدين بضم كل لون على بعض. بعد كده بربط الخيوط بالشكل ده، نقلبها الناحية التانية وبحط اللون التالت هنا كده. نجيب منديل او قماشة ونلمها على بعض وبحطها في النص كده، وابدأ الم الجزء اللي فوق ده، وبلم الجوانب كمان، وبربط الخيوط من بعد الجزء اللي فيه المنديل، ونساوي كده ونقص الزيادة. ولزقت فصوص لولي لو انتهى باللون الاسود. تنيت الورقة وقصيتها على شكل مثلث، لزقتها هنا كده وشكلها طلع خطير بجد، حلوة ما بتاخدش وقت. في كوباية هنحط معلقة او 2 من البيكنج صودا او كربونات الصوديوم، عليهم ربع كوباية مية دافية، ونقلبهم كويس. ناخد من الخليط ده ونرسم او نكتب اي حاجة احنا عاوزينها، ونسيب الورقة تنشف كويس قوي. وفي كوباية هنحط صابون سايل ومعلقة صغيرة كركم، ونقلبهم كويس. وبالخليط ده هنغطي الرسمة او الكتابة بتاعتنا، وبمجرد ما تنشف الكتابة هتظهر معاكم كده. تجربة حلوة قوي، اعملوها مع الاطفال. لعبة حلوة قوي للأطفال من غطا الإزازة. الأول قصيت دايرة من الورق ورسمت عليها أي شكل كده بالقلم الفلوماستر. نجيب الغطا نعمل فتحة في نص الغطا بأي حاجة، أنا استخدمت سن المقص. بعدين هنحتاج دي أو حتى خلة سنان، وندخلها في نص الغطا كده، وثبتها كويس قوي بالشمع. ومن الناحية التانية حطيت الورقة وبس كده بقت جاهزة.